السلام عليكم. تاني اكبر هزيمة في تاريخ النادي الاهلي بيخسرها النهاردة من سان داونز 5-2 بعد ما كان خسر قبل كده من سان داونز 5-0. اداء باهت واداء وحش واداء سيء زي ما عايز تقول قول. النادي الاهلي النهارده قدم واحده من اسوأ مبارياته. هتقول لي ايه ده يا عم؟ ده جايب جونين، كان ممكن يعمل حاجه، كان قريب، كانت النتيجه 3-2. لا، الاهلي النهارده سيء جدا والفريق كله مش مركز. الفريق كله مش مركز باستثناء بيرسي تاو. الشوط الثاني كان كويس شويه وقدر انه ياخد واحده ويروح، ولما تجرب الشوط الاول كان عنده الفرصه دي انه يقدر يعمل كده هوت ويخش ويشوط لو تقل رجله شويه ويجيب جون ويرجع تاني بالنتيجه تبقى 2-2. ولكن الشوط التاني بينزل الاهلي اسوأ من الشوط الاولاني. مدافعين واقفين غلط، تمركز زي الزفت، اداء وحش جدا. واحده من اسوأ مباريات محمد عبد المنعم اللي يعني المفروض ان هو اعلى ليفل في الدفاع واعلى مستوى دفاعي، هو افضل مدافع في الاهلي. اداء اسوأ مما يمكن، وبالذات في الجون الخامس مش مركز خالص، داخل بيترقص واحده. ده غير بقى طبعا انا هروح للحارس الشناوي اللي الناس كلها كانت بتشيد بيه وكلنا كنا بنشيد بيه، وحارس مصر الاول وحارس وحارس وحارس. ولكن الشناوي بقاله 3 سنين بيقدم مستوى سيء جدا جدا جدا. هتيجي تقول لي 3 سنين ازاي يا عم؟ ده الاهلي كان بيكسب بطولات السنه اللي فاتت ولكن الشناوي مش مركز. الشناوي بيطلع غلط، الشناوي بيقف وما بيجريش على الكوره، ما بيعمل. انا اول مره اشوف في حياتي ان حارس ما بيحاولش يرفع ايده ويمد ايده. يا شناوي، مش ده الشناوي اللي احنا عارفينه، مش ده الشناوي اللي كان بيلعب قدام كافاني في 2018، مش ده الشناوي اللي كان بيلعب قدام سواريز في 2018 قدام اوروجواي، مش ده الشناوي اللي كسب الاهلي قدام بالميراس. فرق كتير جدا قدر ان الشناوي كان نقطه فارقه. فاللي انت شفته النهارده ده كان نتيجه ان اداء كتير من اللعيبه كان سيء. ده غير اللعيبه اللي طماعه اللي عايزه تروح، غير النفسنه اللي موجوده في الفريق، غير اللعيب اللي عايز يجيب الجول، غير اللعيب اللي بيخلي الكرة تحت رجليه ومش عايز يديها لحد، غير اللعيب اللي بيفتح الانستجرام بعد ما يكون خسران 5-2 واماله وفرصه في بطولة دوري ابطال افريقيا اللي هي اهم بطولة لجمهور الاهلي، يفتح الانستجرام ويعمل بلوك للناس اللي داخله تشتمه. واحد منزل بوست من شويه على الفيسبوك بيقول ان محمد مجدي قفشه عمل له بلوك بعد الماتش. فانت فاتح الانستجرام يا معلم وقاعد بتتدلع وقاعد بتلعب، ولا فارق معاك حرق دم جمهور الاهلي. دلوقتي بقى قاعد ماسك الكالكوليتر وماسك بيحسب بقى يا معلم ويقول يا ترى بقى الهلال لازم يخسر من سان داونز علشان خاطر سان داونز. وبرده تصريح الومك عليه يا كولر انك طالع بعد الماتش تقول انا اتمنى ان سان داونز تأدي اداء مشرف. لا يا حبيبي، سان داونز، الهلال، والله العظيم لو مين، الترجي، مولودية جزائر، اي فريق، وداد، اي فريق في افريقيا لو في نفس مكانه سان داونز هيقول انا اطلع الاهلي ولا اني اطلع الهلال. الهلال سهل انه يطلع بعد كده، هو ممكن يطلع من دور الثمانيه اللي جاي، ولكن الاهلي عارفين كويس قوي انه لو دخل دور الثمانيه نفسه طويل وبيقدر يكمل للاخر. فاي فريق في الدنيا هيبقى عايز يمشي الدنيا عشان خاطر الاهلي يطلع، مش عشان خاطر حاجه تانية. نص ملعب في الضياع بصراحة. يعني ممكن اقول لك شوية حمد فتحي بيعمل حاجة، بس نص ملعب في الضياع. يعني ديانج بيقدم أسوأ مبارياته من يوم ما دخل النادي الأهلي. من يوم ما دخل النادي الأهلي ديانج أنا ما شفتوش أسوأ من كده. من ساعة كأس العالم، من ساعة ما راح كأس العالم وهو الفترة دي كلها، يعني احنا بنتكلم كأس العالم كان في أول شهر 2، بقالنا تقريبا حوالي شهر ونص ولا شهرين، أسوأ شهرين في حياة ديانج الكروية مع النادي الأهلي. لو يا معلم مش عايز تلعب في الاهلي ومتوتر وحصل لك حاجه ومش قد التيشيرت بتاع النادي الاهلي، اتكل على الله يا كابتن خطيب. لو مش هتاخد اجراء مع اللعيبه دي، اللعيبه دي ممكن تضيع دوري، ممكن تضيع كاس، ممكن تضيع دوري ابطال افريقيا اللي تقريبا ضاع، اللي هو بقى بنسبه قليله جدا. ان الهلال دلوقتي محتاجين ان هو يخسر من سان داونز وانت تكسب الماتشين اللي جايين. وانا عارف كويس قوي ان ماتش القطن هتقول لي فرقه سهله، بس انت رايح تلعب القطن في الكاميرون في ارضهم. ممكن تقول لي بقى ايه؟ اصل الرطوبه والجو والبرد والحر. ما انت كنت متعادل. لو انت هتقول لي النهارده ان اصل الجو وحش، على فكره انت كنت 1-1 وبعد كده هو جه فيك 2-1. فين السيطره يا عم مارسيل كولر؟ ان اقدر الم فرقتي وان انا اقول لهم يا جماعه امسكوا كوره بقى واهدوا كده شويه وامتصوا حماس الفريق اللي قدامكم. انت متعادل ما تخسرش. لا، بيجي فيك جون تاني وبعد كده يجي فيك التالت
بعد كده النتيجه تبقى 3-1 تقرب وتبقى 3-2 تروح بفرصه، ونرجع تاني ونقول ان الاهلي ما عندوش مهاجم، الاهلي ما عندوش مهاجم، الاهلي محتاج مهاجم يا كابتن خطيب يخلص من نص فرصه. محمد شريف جاب الجون الاولاني تمام مفيش مشكله، لكن فين بقى محمد شريف خلال الماتش كله؟ هو جاب الجون والسلام عليكم انا مروح انا هتكل على الله. لا، الاهلي مهاجمه مش كده، الاهلي مهاجمه ان هو يهدد ويروح ويرجع ويعمل كل حاجه في الكوره، علشان المفروض ان يكون في الاهلي احسن مهاجم في افريقيا وفي كمان في المنطقه العربيه كلها، احسن مهاجم، مش مهاجم بيجيب جون ويطلع بره ويقعد وخلاص ومستنيين بقى حد تاني ينزل. فرص الاهلي في الصعود طبعا تكاد تكون صعبه جدا، مش هقول لك مستحيله، ولكن الاهلي ممكن يصعد لو كسب الماتشين اللي جايين، هيبقى معاه 10 بونت، وصل للنقطه ال10، ودلوقتي الاهلي معاه 4، صن داونز معاه 10 بونت، والهلال معاه 9 بونت. دلوقتي الماتش اللي جاي هلال وصن داونز، نتمنى من الله ان صن داونز فعلا يكسب الهلال، ولكن الهلال لاول مره بيقدر يكسب 3 ماتشات في دوري ابطال افريقيا في دور المجموعات، وممكن يعمل حاجه قدام، يعني على الاقل هيتعادل. وبعد كده هو بقى هنشوف بقى نخش في عكة بقى ايه ماتش الاهلي والهلال الاخير اللي هيكون فيه مناوشات وحرق الدم وحاجات كتير قوي. فانت الاهلي المفروض عليه انه يكسب القطن الكاميروني في الكاميرون، وبعد كده هو يرجع يكسب الهلال هنا هو في القاهرة، ويحاول ان هو كمان طبعا انه يعلي السكور، عشان لما نيجي نبص للمواجهات المباشرة فالاهلي اتغلب هناك 1-0، يجي ان هو يكسب 2-0 على الاقل عشان يقدر ان هو يصعد قدام الهلال السوداني ويصعد تاني مع سان داونز. ده في حالة ايه؟ في حالة ان سان داونز يكسب الهلال في الهلال. شفت انت وصلتها لحد فين يا محمد يا شناوي، يا محمد يا عبد المنعم، يا ياسر يا ابراهيم، يا محمد هاني، يا علي معلول، يا ديانج، يا حمدي فتحي، يا قندوسي، يا قفشه، يا قفشه، يا شريف، يا تاو، يا طاهر، يا عبد القادر، كل ده، يا كولر، كل دول الناس اللي شاركت النهارده، يا كهربا، كل الناس اللي شاركت النهارده. انا مش هستثنى حد، مش هقول لحد انت كويس، مش هقول لحد حاجه، ولكن الاهلي النهارده كان بيقدم واحده من اسوأ مبارياته في التاريخ، ان انا اتغلب 5. الاهلي كيان كبير، وبطوله افريقيا دي بتاعه النادي الاهلي، اكتر نادي كسب بطولة افريقيا 10 مرات، ما ينفعش خالص ان لعيبة النادي الاهلي تروح هناك في سان داونز وتتغلب تاني بال5، حتى لو انت جبت جونين بس انت مغلوب، اسمك مغلوب 5-2. سلام.